بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي شاشة نايل سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاد الجيش ببرج العرب، وواحدة من المواجهات المرتقبة في الكرة المصرية، مباراة فرضت نفسها انها تكون من لقاءات القمة. النادي الاهلي النهاردة متصدر المسابقة ب 39 نقطة في صدام قوي امام النادي المصري اللي عامل عروض اكتر من رائعة مع مديره الفني حسام حسن. النهارده مواجهة الحسامان من خارج الخطوط، البدري امام حسن، في مواجهة فنية مرتقبة لكلا الفريقين. على بركة الله بدأنا مع الدولي جهاد جريشة احداث ال90 دقيقة قبل ما تخرج احمد شكري ياخدها النادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد، طالع وبينادي عليه مروان. خطيره ممكن جول مروان محسن. اتقل تاخد حاجه نظيفه. مروان يقول لك مستني لقاءات الكبار بهدف التقدم بعد اقل من 3 دقائق، بحضور اول لمروان بقميص النادي الاهلي. اول اهدافه في لقاء كبير النهارده، قلت ممكن حد يفاجئنا مع البدايه. مروان محسن هو اللي بيسجل. يعني اللقاءين اللي فاتوا كانت متصعبه شويه قدام مروان وغاب عنه التوفيق، وخلاص بيقول لهم حسام حسن. انما تمريره عبد الله السعيد، خدمه التوصيل للمرمى في اسرع وقت اللي بيعملها عبد الله السعيد. بص عبد الله وتمريرته، وبص على طول مروان بشماله، مش جامده انما كان خد الزاويه الثانيه احمد بوسكا، عشان كده صعبت عليه بهدف اول. النهارده يتقدم النادي الاهلي اللي بتتعاد للمره الثالثه في غياب عزب مع احمد منصور. جايب 3 اجوان احمد منصور، الراجل اللي بيلعب مساك تاني جنب اسامه عزب. تمريره حلوه قوي من احمد شكري قدام ال 18، بيحاول فيها كابوريا، بيطالب بقرار، انما قريب جريشه يقول كمل العب مفيش اي حاجه. مروان اللي نزل على وسط ملعبه تفرق كتير مع مروان امام انبي، او اللقاء اللي قبله امام سموحه، وقبلها جه من على دكه البدلاء في لقاء التعدين. ادي عرضيه سهله لشريف اكرامي في اول ظهور لاكرامي يمكن بعد 13 دقيقه من البدايه. ما زال النادي المصري بيبحث عن شخصيته الهجوميه في 30 متر الاماميه. يطلع تاني بدأ بيها لقاء انبي باستثناء المناطق الاماميه اللي دخل النهارده كريم نيدفيد مكان مؤمن زكريا، ووليد سليمان مكان ميدو جابر. تتلعب الكره عند مروان اللي بيهرب ويفك من رقابه الثنائي احمد منصور واسامه عزب لوليد سليمان، بينادي عليه محمد هاني. ممكن العرضيه خطيره، انما تقف تحت رجل احمد منصور ويلمها تاني بعمل جماعي هجومي جاي مره بعد هدف التقدم، انما ياخدها ويسيطر عليها اسلام صالح. مباراه سريعه ناقصها ان يبقى فيها شغل على ال 18 هنا وهنا، تاخد مستوى جيد. ادي خطيره جمعه، خطيره للمصري، مش ممكن اللي فاتت، خطيره للمصري. واحمد جمعه مش هتجيلك تاني بالسهوله دي. عرضيه في منتهى الجمال، تحرك رائع من احمد جمعه. انما بص شكري يا ولد يا شكري، عامل واحده وشايف ومصور ال 18 والمكان. هو ده اللعيب اللي يقدر يوصلك كويس. وجمعه اللي كان لسه كده بدايه منين؟ من الدزوي، بعد كده جمال جوده، عادل عبد المنعم. نشوف الهجمه وبعدين نكمل. مروان خطير يا ولد يا لعيب. حلوه اللي فاتت دي، مره فوقتنا هنا ومره جمعه فوقنا الناحيه الثانيه بهجمات هتاخدنا لمباراه مثيره. ادي اللعبه والمساحات اللي موجوده في الملعب اتعملت كويس قوي بتحركات النهارده عبقريه لمروان، يروح ويقرب من المكان اللي فيه الكوره. انما اللقطه دي اللي كانت بعد الجون حسام حسن لما قال لهم خلاص مفيش اي مشكله. ودي لعبه احمد شكري الاكثر تاثير بمهارته في الوقت اللي فات. اتكلمت على حسام حسن في مواجهاته امام النادي الاهلي اللي قلت 13 مواجهه كان منهم 4 انتصارات و4 هزائم و5 تعادلات. تاريخ حسام حسن في مواجهاته امام النادي الاهلي بيتعادل هدف للمره الثانيه والثالثه، انما كانت ال4 انتصارات منهم 3. عبد الله السعيد تاني يستلم، بيبص ويحطها حلو قوي لكريم نيدفيد. كريم هيقطم ويدخل لجوه. كريم تسديده انما تخبط في احمد ايمن منصور وتروح تاني لفوزي في الجبهه اليمين، يخبطها لسه جوه الملعب في اماكن الخطوره. على مرتين يتعامل معاها. احمد شكري نزل على وسط ملعبه، واحد من افضل اللعيبه اللي بتأدي احمد شكري. محمد الشناوي حارس مرمى. نشوف الهجمه اللي عند وليد سليمان، بيرجع بيها تاني على كريم نيدفيد. كريم بيقرب من 18 يا ولد يا لعيب. خطير التسديده ممكن، انما سهله تروح ليه احمد بوسكا. حاول فيها اول وتتوقف المسابقه. المصري هيبقى عنده لقاء مع الاتحاد ولقاء القمه المرتقب الاهلي والزمالك في الاسبوع ال17. تتلعب لحسين السيد، عرضيه خطيره، ضربه الراس يطلع الدفاع على مرتين. احمد فوزي من على الايم البعيد
اللي جه من الجبهه اليمين عند مروان، تاني جوه ال 18 دفاع واستبسال واشتباك. حسين السيد عاوز يسدد، وقع على الارض جسمه مش معدول، انما تترد تاني، كره رايحه وجايه، الدفاع بيشيل ولاعيبه النادي الاهلي بترد، انما بدون تركيز في اللمسه الاخيره. شوف الكره، يمكن تقدم الاحمر بهدف وحيد. تتلعب الكره تاني عند اسلام صالح اللي بيلعبها في الجبهه اليمين، محاولات للنادي المصري من بره ال 18 يعدل، تسديده جامده جامده فوقتنا يا ابني. ايه يا ابني الجمال ده؟ ايه يا ابني يا جمعه ده؟ حلوه حلوه من هنا للصبح يا ولد يا جمعه، في منتهى الجمال والروعه. احمد جمعه من بره ال 18 واحده مدفع، هجمه خضت كل الاهلاويه وخدت قلوب جماهير النادي المصري بلعبه هي الاجمل في المباراه لغايه دلوقتي. بص المهاره الفرديه، بص الحلول الغير تقليديه عملها جمعه من بره ال 18 عشان يهدد مرمى اكرامي. لو قعد يومين اكرامي ما كانش يقدر يعمل لها حاجه. صعبه 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 في منتهى الجمال والروعه. الدقيقه 40 النادي المصري اكتر من النادي الاهلي، انما قلت كانت سيطره في مساحات بعيده عن التاثير. تتلعب العرضيه، شريف اكرامي ياخدها وينزل بيها كويس قوي. اختبار جد لشريف اكرامي اللي الشوط الاول مرتين. احمد بوسكا يمكن بعد الهدف اللي دخل المصري اللي كانوا راحوا مرتين ثلاثه بتاثير على دفاعات اكرامي. مروان محسن يتحرك من قدام المنطقه، مروان فتح مساحه وسكه كويسه في الجبهه اليمين، وليد سليمان لمحمد هاني عرضيه، انما فريد شوقي في مكان كويس، وليد سليمان عاوز ياخدها مباشره انما وضعيه جسمه مش معدوله لخارج الملعب. ضربه مرمى عبد الله السعيد عن التهديف من لقاء المقصه في الاسبوع رقم 13. تسديده جامده 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 من عبد الله السعيد، حلوه يا دوبك كده عند فريد شوقي بعرض الملعب. محمد حمدي زايد وطالع يحطها تاني لفريد، عاوز يسقطها جوه ال 18. حسين السيد انما يقع على الارض. جمعه جريشه قريب من الكوره، كمل يلعب مفيش اي حاجه. يلعبها كريم ندفد لاحمد فتحي بثلاث نقلات مع صفاره نهايه الشوط الاول. تقدم للنادي الاهلي بهدف وحيد عن طريق مروان محسن بعد 3 دقائق من البدايه. عشاق ومتابعي شاشه نايل سبورت في كل مكان، تحياتي محمد عفيفي، معاذ بوريا وشكري، 3 صناع لعب للفرود الرئيسي احمد جمعه. الدولي جهاد جريشه اللي قدم شوط اول جيد في مجريات مباراه اليوم، ومعاه 2 مساعدين، تحسين ابو السادات وعبد الفتاح ابو عريشه، والحكم الرابع طارق سامي. كل الامنيات الطيبه بشوط ثاني افضل فنيا على المستوى الهجومي، ويتواجد الفراوده هنا وهنا في اماكن التاثير عشان نشوف كره حلوه زي اللي عملها جمعه في نهايه الشوط او مروان بعد ما سجل الهدف. على شمالنا ل 70 80% من مستواه في اللقاءات الاخيره. تتلعب اماميه تاني عند احمد جمعه، انما طالع اكرامي ياخدها كويس قوي. شريف اكرامي اختبار الدقيقه الثانيه عن طريق عبد الله السعيد، 5 تجوال لعبد الله السعيد. بقول لحضراتكم واحد من اللعيبه اللي هدفت في لقاءات المصري والاهلي في موسم 2014 2015، كان حاضر بجون في لقاء 2-0 اخر انتصارات الاهلي في الدور الثاني. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، جول جول جول. سعد سمير، سعد سمير كبير يا سعد يا سمير، خلاص سعد سمير فتحت معاه متقمص دور راموس بتاع ريال مدريد وبيطلع فوق الجميع ويسجل سعد الدين سمير راموس الاهلاوي هدف تاني. ثنائيه اهلاويه، سعد الدين سمير فوق كل المدافعين مع اول 3 دقايق. كأن لحسام حسن وجهازه الفني يمكن من الثمانينات ما حصلش الكلام ده. نشوف الهجمه، وليد سليمان من الجبهه اليمين، الاهلي بهجوم ضاغط ودفاع ب7 8 لعيبه قدام 18. احمد بوسكا يتعاملوا ويطلعوا الكوره، محمد هاني يسيطر عليها تاني، راجع معاه شكري، يا ولد يا لعيب يخلصها كويس قوي عند وليد سليمان، يقطم ويدخل لجوه، عرضيه خطيره انما ما مالتش في دماغ عبد الله السعيد. شراسه هجوميه للنادي الاهلي. نادي المصري النهارده الحاضر ب 31 نقطه في المركز الثالث، في اهداف في لقاءات صعبه الجمهور تملي يفتكرها. عرضيه من احمد سالم صافي اللي هيرجع تكتيكيا باك يمين بعد ما خرج فوزي، تاني قدام المنطقه اسلام صالح، انما ضربه الراس من هيرمان كواو، اول لمسه ليه بجوار القايم الى خارج الملعب. ادي اهوت هيرمان كواو اللي هيستخدمه حسام حسن بجوار احمد جمعه، ويبدا يجي لهم كابوريا مع شكري يساندوا من مناطق وسط الملعب في وجود الاطراف الدفاعيه. محمد حمدي من الجبهه الشمال لو خد القرار بالطلوع لقدام، او احمد سالم صافي من الجبهه العكسيه. تلعب الكره طويله اماميه في اتجاه مروان محسن، ياخدها كريم ندفد من على حدود المنطقه.
كريم. هل هيبقى في ادوار النهارده لمؤمن زكريا من على الخطوط؟ لو حس كده حسام البدري ان مجهود كريم قل شويه. حسين السيد خطير شرير ممكن، انما مروان تاني لسه موجوده. العرضيه دخلت 18 يرجع لورا. برافو يا ولد يا لعيب. كابوريا هو اللي يتعامل ضغط انما ضربه حره من مكان حلو قوي للنادي المصري، وقرار من جهاد جريشه بضربه حره بلمسه يد على حسين السيد. مكان في منتهى الخطوره. هنشوف هل هيقدر. ادي حسين لسه بيحلف للراجل بيقول له والله ما جت في ايدي، ده انا هوشت بس بايدي كده. انما احمد شكري هنشوف هيعمل ايه في الفاول اللي جاي من مكان في منتهى الخطوره. شكري يلعبها جامده، انما شريف اكرامي يمسكها. شريف اكرامي بثبات من مره واحده. ادي الحارس اللي يبقى عنده ثقه وتصرف اكرامي ومسك الكوره، وشكري اللي حب يلعبها من مره واحده. ادي اللعبه وادي شكري وموجود شريف يجي على حساب المستوى الفني. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، انما ضربه الراس سهله لاكرامي. طلع لفوق هيرمان كواو. اقل من 11 دقيقه على نهايه المباراه. 2-0 للنادي الاهلي. مواجهات الاسبوع رقم 16 والمواجهه رقم 112 في تاريخ الاهلي والمصري. بعرضيه في منتهى الخطوره، انما ارتداد دفاعي يطلع بره الملعب حسام غالي في اول ظهور ليه الى خارج الملعب. ضربه ركنيه موجوده. سعيد مراد اتاخر نزول سعيد مراد. ادي عرضيه خطيره انما تعدي الكوره تروح الناحيه الثانيه لصافي اللي مقرب من ال 18 يحطها تاني قدام المنطقه الى هيرمان كواو. ضغط وكثافه لمدافعي الاهلي. عرضيه في منتهى الخطوره. جول احمد سالم صافي. 2-1. هيولعوا ال10 دقايق اللي فاضلين. عرضيه حلوه واحمد سالم صافي الهدف الاول بعد ضغط من الفريق البورسعيدي على النادي الاهلي. 2-1 مع الدقيقه 81. هيغيروا الحال تماما الوقت اللي جاي. وكانت لعيبه النادي الاهلي ريحوا بعد الهدف اللي سجلوه والضغط اللي اتعمل اول ربع ساعه. ادي الكره شالها حلوه قوي شكري. عرضيه هيرمان كواو والتغطيه العكسيه اللي دخل لجوه حسين السيد في غياب لكريم نيدفيد اللي كان لسه راجع في المكان. انما عاوز الوقت اللي جاي حسام البدري على اقل تقدير يحط الكره في المناطق الاماميه. ادي جوه ال 18 ركله جزاء للنادي الاهلي. مروان محسن. قلت لحضراتكم مروان محسن اللي غاب عنه التوفيق في اللقاءات الاخيره يسجل النهارده جون ويجيب ضربه جزاء مع اخر دقيقتين. مروان هو بطل اللقطات الهجوميه النهارده. اعتراضات من لعيبه النادي المصري بعد القرار اللي خده جهاد جريشه. حسام حسن قدامنا اللي خارج. حسام حسن شايفه خارج من الملعب، كان موقوف في بدايه الدوري. حسام حسن الراجل يعني خارج حسام من الملعب، محدش خرجه هو خارج كده يعني بشكل كاعتراض على التحكيم ولا ايه. محدش خرج حسام حسن. وادي اللعبه ولمسه اليد اللي موجوده في اللعبه اللي فاتت من اسامه عزب. وركله جزاء لصالح النادي الاهلي مع الدقيقه الاخيره. كان متقدم بجونين، عمل ربع ساعه هجوميه مع بدايه الشوط الثاني، وقدر النهارده تكتيكيا حسام البدري ياخد اللي هو عايزه من اللقاء. خامس ضربه جزاء للنادي الاهلي الموسم ده. عبد الله. جول عبد الله السعيد الهدف الثالث. 3-1 للنادي الاهلي على المصري مع الدقيقه 90. الهدف اللي هيريح شويه الاهلاويه في الوقت المتبقي من احداث اللقاء بعد ما كانوا قربوا بجون لاحمد سالم صافي لعيبه النادي المصري وكانوا